المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. إريتريا تشارك في اجتماع تبادل تجارب مكافحة التغير المناخي في دبي. عمليات لجراحة أتام عدسة العين في جنوب البحر الأحمر. جهود بناءة لضمان سلامة الإنتاج الزراعي. عشرات القتلى جراء فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية بتنزانيا. شي جين بينغ يلتقي الرئيس البيلاروسي. الصين تتهم سفينة أمريكية بدخول مياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي. السلام عليكم ورحمة الله. شارك وفد إريتري برئاسة وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبرسلاسي في الاجتماع الخامس عشر الذي عقد في 3 ديسمبر لتبادل خبرات الدول في مكافحة وتصدي التغير المناخي على هامش المؤتمر الدولي 28 للمناخ المنعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة. وشرح أنشطة إريتريا في التنمية الخضراء التي تقوم بها بالقدرات الذاتية. وأوضح مسؤول قسم البيئة بالإنابة السيد كبروم أسمروم إن إريتريا من أقل الدول إطلاقا للغازات الملوثة، ومع ذلك فهي من الضحايا الرئيسيين لتغير المناخ. وللتصدي لهذا التحدي العالمي ركزت أكثر على أنظمة الإصلاح والحماية بتسيير برامج إصلاح مساقط المياه والتشجير وإعادة التشجير وتوسيع المحميات وضمان توفير المياه والغذاء وتنمية الغابات والحياة البرية. وقدمت المهندس لوام هايلي تقريرا بشأن جمع المعلومات المتعلقة بتغير المناخ وتحليلها خلال السنتين الماضيتين. وقدم وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبرسلاسي وأعضاء الوفد الآخرون توضيحا على الاستفسارات المقدمة من المشاركين. وشرح الوزير تسفاي الاستثمار الذي تقوم به الحكومة الإريترية في الطاقة المتجددة وتوسيع وكفاءة الأفرام الموفرة للطاقة، فضلا عن الجهود المجتمعية لإعادة الطبيعة إلى سابق عهدها. يهدف البرنامج إلى تبادل الخبرات بشأن التدابير التي تتخذها البلدان لرصد وتخفيف مخاطر تغير المناخ والمساعدة للتعاون لوجود المعلومات العالمية المتساوية والشفافة بين الدول. وقد تم في مؤتمر المناخ الدولي 28 اختيار 15 دولة عضو بينها إريتريا لشرح تجاربها. وسيلتقي الوزير تسفاي قبرسلاسي سيلقي كلمة في مؤتمر المناخ الدولي 28 في الأيام المقبلة توضح مواقف ومبادئ إريتريا بشأن التخفيف من تغير المناخ وأساليب مكافحته. أجريت في مستشفى عصب ومستشفي عدي وطيع العموميين في إقليم جنوب البحر الأحمر عمليات جراحة العين لإزالة المياه البيضاء. أجريت العمليات الجراحية على 60 شخصا في مستشفى عصب و110 في مستشفى طيع العمومي و84 شخصا في مستشفى عدي العمومي. وأوضح مسؤول طب العيون في مستشفى عصب السيد جبر هيلا ميكائيل إن المسح المسبق قد أجري على 2570 شخصا في 43 قرية في مديريات الرعتة ووسط دنكاليا وجنوب دنكاليا في شهري يوليو وأغسطس. وأجريت العمليات الجراحية لبياض العين على 982 شخصا، وقدمت الأدوية والنظارات للباقين حسب حالتهم. ونصح الخبراء المواطنين في الإقليم بارتداء النظارات الواقية لأن أشعة الشمس القوية تلعب دورا في إضعاف عدسة العين. وقالت مسؤولة وحدة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة السيدة هوات قبر مسقل أنه يتم إجراء اختبارات فحص خاصة للوقاية من العمى وعلاجه خاصة عند الأطفال. يقوم مستشفى عصب بأنشطة توعية حول أسباب العمى والوقاية منه، بالإضافة إلى الخدمات بما في ذلك القياس والتشخيص والأدوية والجراحة بانتظام في قسم طب العيون. وتبذل جهود بناءة أعلن قسم المراقبة الإقليمية في الإقليم الأوسط تحقيق نتائج مشجعة في جهوده لضمان السلامة الصحية وجودة الخضروات والبذور والألبان ومشتقاتها. وأوضح مسؤول القسم لوكالة الأنباء الإريترية السيد يوهنس قبرولد إن القسم قام بعمليات رقابة قوية في عام 2023 وفقا للقوانين الصادرة بشأن الحجر الصحي للبذور ومتاجر الألبان ومشتقاته والتخزين والتخلص
منه. وحول تنمية البذور المحسنة، أوضح تنمية 5 أنواع من بذور القمح و3 أنواع من الشعير في جميع مديريات الإقليم بتحقيق نتائج مرضية. وذكر القيام بالمراقبة الخارجية والأبحاث المخبرية في بذور البطاطا المحسنة، وإنه تم هذا العام إجراء عملية تنمية البذور أنتجت حوالي 1232 قنطارا في مديريات بريخ وسرجقة. وقال إن العمل يجري بالتعاون مع الهيئات الرقابية في أقاليم الجنوب والقاشبركة وعزبة لمراقبة الطماطم الملوثة، داعيا المزارعين لتوخي الحذر في استخدام المبيدات الحشرية ورش المبيدات على الطماطم قبل 21 يوما من القطاف. وقال إن 5 مؤسسات من أصل 12 مؤسسة لإنتاج الألبان واللحوم حصلت على شهادات كفاءة، بينما تم إيقاف 3 مؤسسات تبين أنها تعاني من نواقص كبيرة. وأشار إلى ضبط 35 لترا من الأدوية البيطرية والنباتية غير القانونية، وكذلك أدوية بيطرية للآفات الخارجية والباطنية وأسمدة سائلة، داعيا للمزارعين لشراء الأدوية المحقق من صحتها من المؤسسات الرسمية. عقدت مدرسة دبار المتوسطة اجتماعا يوم الأول من ديسمبر للدفع بالعلاقة الثلاثية بين أولياء الأمور والمعلمين والطلاب وتحسين كفاءة الطلاب. بحث الاجتماع دور أولياء الأمور في العملية التعليمية، موجها الدعوة لأولياء الأمور لاتخاذ مبادرات جادة للتخفيف من المصاعب التعليمية. وقال مدير المدرسة الأستاذ برهان ولداب إن اللقاءات التي تجري مرتين في السنة مع أولياء الأمور غير كافية، لذلك يتوجب على أولياء الأمور القدوم باستمرار إلى المدرسة والتعرف على أوضاع أبنائهم. وقد تم إدخال الطاقة الشمسية والأثاثات المدرسية والتجهيزات والمكتبة الرقمية في المدرسة بتعاون أولياء الأمور والمدرسة وإدارات الضواحي. تقدم مدرسة دبار والمتوسطة الخدمات التعليمية حاليا ل 1973 طالبا. أعلن مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط انخفاض وفيات مرض السل في الإقليم إلى أقل من 3.2%. وأوضحت منسقة برامج مكافحة مرض السل في المكتب الممرضة نازلنت جبر يوهنس إن هذه النسبة بالرغم من كونها أقل من خطة منظمة الصحة العالمية لخفض وفيات السل أدنى من 5% بحلول عام 2025، إلا أنه يتطلب بذل مزيد من الجهد للسيطرة الكاملة. وذكرت بأن مرض السل يصيب 80% منه الرئة، وال20% الباقية تصيب الغدد والسحايا والجلد والنخاع الشوكي، مشيرة إلى وجود مستشفى مرجعي و3 مستشفيات عمومية و25 عيادة و6 مراكز صحية و70 نقاط صحية في القرى لمتابعة وتطبيب مرض السل في الإقليم الأوسط. وأوضحت بأن وزارة الصحة تقوم كل ربع سنة بالتفتيش، مؤكدة بأن الشفاء من مرض السل بلغ أكثر من 90%، وتوفير أجهزة التشخيص للمرضى المتطورين للمقاومة وإرسال المعدات الطبية الحديثة عام 2023 في مستشفيات حزحز وبيت مخا وأبو دايف، وإدخال التحاليل لمرض السل للأطفال دون سن ال5 بأخذ عينة من البراز بدل اللعاب. وقالت الممرضة نازلنت بأن الفحوصات المخبرية تجري في الإيدز لجميع مرضى السل، وكذلك فحوصات السل في جميع مرضى الإيدز. يقوم سكان ضاحية أدوبحة نوش في مديرية أدوبحة بنفير لحماية التربة وحفظ المياه وصيانة الطرق. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة الضاحية السيدة فاطمة محمد علي أن برامج التنمية في حالة جيدة، وتم حتى الآن إنشاء 300 متر من المدرجات و500 متر مكعب من الحواجز المائية. وذكرت بأن ضاحية أدوب حنوش تضم 6 قرى هي هوهي وقرعقنبل ومربى ونهباي وفرقن ودريت. استشهد في 3 من ديسمبر المناضل العقيد صالح علي عمر قائد هيئة قيادة الجيش الشعبي الجبهة الوسطى عن عمر بلغ 67 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل العقيد صالح بقوات التحرير الشعبية في شهر يوليو من عام 1973، وخدم في القوات المقاتلة بمستويات المسؤولية من قائد مجموعة وحتى قائد فرقة عسكرية في النضال التحرري والدفاع عن السيادة. الشهيد العقيد صالح علي متزوج وأب لابنين، وقد أوري جثمانه الثرى عصر اليوم 4 من ديسمبر في مقبرة الشهداء في أسمرة.
وتعرب قيادة الجيش الشعبي في وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل العقيد صالح آل عمر، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. ارتفع عدد قتلى انزلاقات التربة الناجمة على الأمطار الغزيرة في شمال تنزانيا إلى 47 قتيلا و85 جريحا، وفقا لحصيلة مؤقتة قدمتها المفوضية الإقليمية للمنطقة المتضررة. واجتاحت فيضانات مفاجئة ناجمة عن سقوط أمطار غزيرة منطقة هانانغ شمالي تنزانيا على بعد نحو 300 كيلومتر شمالي العاصمة، ما تسبب بانهيارات أرضية جرفت المنازل. وبعدما شهد شرق إفريقيا جفافا غير مسبوق تعرض لأسابيع من الأمطار الغزيرة والفيضانات المرتبطة بظاهرة النينيو المناخية، والتي أدت إلى نزوح أكثر من 1,000,000 شخص في الصومال، كما خلفت أكثر من 300 حالة وفاة في المنطقة. التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في بكين في ثاني زيارة يقوم بها رئيس روسيا البيضاء إلى بكين هذا العام. وقال شي إن الرئيس لوكاشينكو قام بزيارة دولة ناجحة للصين، حيث توصل إلى توافق مهم حول تعزيز التنمية رفيعة المستوى للعلاقات بين الصين وبيلاروسيا. وفي العام الماضي عزز البلدان الثقة السياسية المتبادلة بينهما وعزز التعاون الدولي. وأضاف أن الصين تنظر دائما إلى علاقاتها مع بيلاروسيا من منظور استراتيجي طويل الأجل، وتدعم بيلاروسيا بقوة في اتباع مسار التنمية الذي يناسب ظروفها الوطنية، وتعارض القوى الخارجية التي تتدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروسيا. كما تبادل رئيسا البلدين وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية. اتهمت الصين سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لجزيرة سكند توماس شول المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، والتي تعتبرها بكين تابعة لها. وقال متحدث عسكري صيني بأن واشنطن تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين من خلال إثارة التوتر في بحر الصين الجنوبي وانتهاك سيادة بلاده. وقال متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية في الصين في بيان: الولايات المتحدة تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين، وتخوض الصين نزاعا بشأن مطالباتها واسعة النطاق في بحر الصين الجنوبي. وفي الأشهر القليلة الماضية خاضت عدة مواجهات مع سفن فلبينية، واحتجت أيضا على دوريات للسفن الأمريكية في المناطق محل النزاع. عثرت فرق الإنقاذ في إندونيسيا على جثث 11 متسلقا بعد ثوران بركان ميرابي في سومطرة الغربية، في حين توقفت مؤقتا عملية البحث عن 12 مفقودا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. وقال جودي هارياوان المتحدث باسم فريق البحث والإنقاذ إنه عثر على 3 ناجين إلى جانب جثث 11 متسلقا، من بين 75 شخصا كانوا في المنطقة وقت ثوران البركان. وأثار البركان الذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترا ما أدى إلى إطلاق رماد يصل إلى 3 كيلومترات. ورفعت السلطات حالة التأهب إلى ثاني أعلى مستوى، ومنعت السكان من الاقتراب لمسافة 3 كيلومترات. وتقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تسمى حلقة النار في المحيط الهادئ، ويوجد بها 127 بركانا نشطا وفقا لوكالة علم البراكين. أختم هذه النشرة بتذكير بالعناوين. إريتريا تشارك في اجتماع تبادل تجارب مكافحة التغير المناخي في دبي. عمليات لجراحة إعدام عدسة العين في جنوب البحر الأحمر. جهود بناءة لضمان سلامة الإنتاج الزراعي. عشرات القتلى جراء فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية في تنزانيا. شي جين بينغ يلتقي الرئيس البيلاروسي.
الصين تتهم سفينة أمريكية بدخول مياه إقليمية في بحر الصين الجنوبي. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.